جديدة من الجيل الجاي، الجيل الجاي لميسيون ديجيتال لمبادرة مناظرة اللي تشوفوها على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الأربعاء 12 فيفري تشوفونا في حلقة جديدة ربع ساعة قبل وربع ساعة بعد مناظرة زعمة. رجع لكم مواضيع جديدة، رجع لكم الجمعة هذه بموضوع عنوانه زعمة الحد من هجرة الأدمغة ممكن. هذا اللي باش نشوفوه بعد شوية في الديبا. أما احنا قبل في الجيل الجاي هكا ديكورتين نفدلكوا شوية نحكيو شوية في السوجي أما من غير ما ندخلوا برشا في الحجج، وخلينا نتعرفوا على في حلقة زعمة. معنا رحمة قويدر. عسلامة وجدان، عسلامة شبيبة. رحمة قويدر من المستير، 24 سنة وباحثة في قانون جماعة المحلية. زعمة معودته 3 مرات. مرحبا بك يا رحمة. معنا زادة أسامة دمق. مرحبا وجدان، مرحبا شباب ومرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا. أسامة دمق 22 سنة من صفاقس، وإن شاء الله غاديو حلقة مزيانة اليوم. مرحبا بك يا أسامة. معنا زادة أميمة العاشوري. أميمة العاشوري من الموسم الأول. عسلامة وجدان وعسلامة الناس الكل. أميمة عاشوري 24 سنة وباحثة في قانون الأعمال. مرحبا بك يا أميمة. ولا نور الصديق زاد من الموسم الأول من صناع رأيها وكجاو ضد بعضهم. نشوفوا شكون المرة هذه باش يفك التصويت. بالضبط وجدان، مرحبا بك ومرحبا بالشباب الكل. لانور الصديق 27 سنة من القروان وأستاذ مدارس ابتدائية ومشارك في النسخة الأولى من برنامج من مشروع صناع الرأي، واكيد مش نعملوا حلقه مزيانه برشا اليوم. مرحبا بك. انا نفكركم في عنوان حلقه زعمه اللي باش يكون زعمه الحد من هجره الادمغه ممكن. هذا باش نشوفوه بعد شويه. اما قبل هذا احنا حبينا في نفس التيم نتاع الخدم الهجره وكل نحكيو على مقابله العمل. كيفاش نعملوا مقابله عمل ولا كيفاش هي how to ace your job interview. قبل هذا خلينا نتعرفوا ايش معناها سي في. من أول مراحل رحلة البحث على عمل أو وظيفة هي مرحلة تحضير السي في. شو معناها سي في؟ هو تلخيص للسيرة الذاتية متاع أي شخص يلوج على خدمة، وهي عبارة على وثيقة فيها وصف موجز للأهداف الوظيفية وللخبرات الدراسية متاع الشخص ومؤهلاته التعليمية. السي في لازم يتضمن البيانات الشخصية اللي تسهل الاتصال بالشخص وتمكن من التعرف على مساره الدراسي والمهني ومدة الخبرة والتجربة في مجال العمل، كذلك المهارات والمؤهلات وحتى الهوايات والاهتمامات والأنشطة التطوعية. من الحاجات اللي مش منصوح بيهم في السيرة الذاتية هي الطول أو أن الشخص يحط معطيات مغلوطة أو سلبية، والوثيقة هذه تمكن المشغل أو صاحب العمل من التعرف بشكل أولي على الشخص اللي متقدم للوظيفة، ويسهل عملية فرز واختيار طلبات الحصول على عمل بالطريقة اللي تتناسب مع متطلبات الخدمة. متطلبات الخدمة. علاش اليوم السيرة الذاتية ومعها الموتيفيشن لتر والكفر لتر والحاجات هذوما الكل، علاش مهمين اليوم يا رحمة؟ على خاطر هما الكونتاكت الاول والامبرسيون الاولى اللي باش ياخوها ريكروتور على اللي حاجته به، معناها على البروفيل اللي هو حاجته به، باش يلقى فيه القدرات نتاعو الموجوده ك ترافاي سو بريسيون، ترافاي اون ايكيب وغيرها، وباش يلقى فيه زاد المستوى التعليمي نتاعو وين وصل، لي فورماسيون اللي يعملهم. ذاك علاش كما قال هارون من المستحسن انه ما نحطوش في السي في نتاعنا معلومات مغلوطه، ما نعرفوش نحكيو اونجلي ونقولوا رانا نعرفوا نحكيو ولا حاجات كما هكا. المستوى التعليمي زاد كيف مهم جدا، لانه هذاك اللي باش يشوف الريكروتور به اسكو موجود في البروفيل هذاك الحاجات اللي هو حاجته بهم للبوست اللي هو يحب عليها شكون معناها. واهم شيء وجدان بربي الالوان اللي في السي في. وريونا جماعه توا دي سي في هكا باش تعداو ورانا وتوا نختاروا من بينهم انا احسن سي في وانا اخيب سي في. اسامه كيفاش نكون السي في الباهي؟ السي في الباهي هو كما شفنا في الفيديو بريسك، دونك مانيش باش نزيد برشا، يكون مختصر. الالوان من المستحسن لا، الالوان هذيك الالوان هذه لا بطبيعه الحال. انت هذه تسمى لطف به ربي، معناها راه فما ساعات تلقى ملتي كولور معناها زينه معناها اعتبارها مش يقدم للروضه مش باش يخدم. هذه تصويره نتاع حبس مثلا، عرفت اللي ياخذوها على جنب هكا. احنا في تونس مثلا فما اللي يقبلوا لي سي في بالتصاور، مش بالطريقه هذه، ما يقبلوا لي سي في بالتصاور. مثلا في دول ما يقبلوش لي سي في بالتصاور كما كندا مثلا. دونك فما فرق، فما لو سي في نتاع كندا نورث امريكا جماعه هذوكم، وفما لو سي في اوروبيان اللي حتى في تونس نجموا نستعملوها. شنو هو الفرق؟ كنت تعرفوا شبيبه أميمة؟
في بالي معناها خاصة في حكاية التصويرة مثلا، معناها في كندا ما عادش يحطوا تصويرة هذيا باش نضمنوا معناها تكافؤ الفرص، باش معناها ما نحكموش على شخص ديجا من تصويرته ولا من الحوض نتاعو، صحيح نحكموا عليه من لي كومبيتونس نتاعو سورتو او كور دو لونتروتيان معناها. حاجه اخرى اليوم يستعملوها في السيليكسيون، فما حاجه اسمها ATS وهو نوع من التراكنج سيستم اللي ما يهموش لا في الالوان لا في التصاور لا في حتى شيء، يمشي ديريكت للكيوردز، الحاجات اللي معناها ينطبقوا على جوب ديسكريبشن. دونك الحاجات اللي حاطها المشغل في الديسكريبسيون تاع شنو حاجته بالضبط، هو يحب زاد الكيوردز هذوكم يلقاهم في السي في. هذاك علاش اللي يبدا يحضر في السي في نتاعو للخدمه هذيك بالذات لازم يحط الكيوردز اللي موجودين في ديجا باش يضمن اكثر الشانس نتاعو حتى انه يكون معناها لو بروفيل بور معناتها سيت بوست لا. وهذيك القوه معناها لهنا يبان الانسان اللي فاهم فاش قاعد يخدم والانسان اللي جوست ماشي بوستيولي معناها في قداش من خدمه يحب يتقبل. خاطر القوه في الكيوردز معناها يعرف شنو هما لي مو كلي يلزموا يسيليكسيوني. خاطر كيما تحكي ما عادش تويكا نفرليوهم معناها 1000 تخيل انت 1000 سي في ما عادش يتفلاو بالوحده سيستم دونك سيستم يتعدى عليه تصاور وهذايا الالوان. السي في فيه 4 صفحات زيد. هو يصلح السي في انا والله الحقيقة هو معناتها طريقة نتاع تقديم أولى كأنه معناتها مش يتعرف عليك الشخص من خلال الورق هذيك، ماهوش ما يعتمدش 100% في عملية الانتداب الحقيقة. ما يعتمد في السيليكسيون الأولى. يعتمد في السيليكسيون الأولى صحيح، هذيك الأهمية نتاعو هو. كيف الموتيفيشن ليتر اللي لازمها تكون موجوده مع السي في باش تحكي فيها انت على روحك لي كومبيتونس نتاعك. لو انه وجدي ما عادش معيار خاطر تو الناس كل شات GPT يكتب لهم في الليتر موتيفاسيون. فما زاد تراكينج سيستم يطلع اللي مكتوب تشتي حاجه اخرى ماشي يقوى. فما ليتر دو ريكومونداسيون زاد توا اللي ولات موجوده معناها لازم شكون يريكومونديك للبوست هذاك باش تكون. انا باش نسال نور شنو اغرب الاسئله اللي تجي في الجوب انترفيو؟ والله الحقيقه انا الحمد لله دخلت نخدم من غير ما عملت معناتها مقابلت عمل سمعتك المسمار في حيط. اما نظن انا من اغرب الاسئله اللي نسمعهم معناتها ولا عملتهم في ديزونتروتيان اخرين في مواضيع اخرى هو مثلا بعد 5 سنين وين ترى روحك معناتها هو ما يعرفش غدوه وين ماشي وبعد 5 سنين تموت. اما ياسر 5 سنين ياسر 5 سنين مش تخدم في كندا تسال السؤال هذايا. اما زاد راهو حاجه مهمه انك زاد تكون انت دون وين ترى روحك شنو تحب تعمل. عندك استراتيجي معناها داخل الخدمه هذيك انسان استراتيجي والا ما تعرفش على روحك. المشكله وجيم بعد يخلصك 400,000 والله صفتها من فمي يقول لك جيب سي في وجيب سالير موتيفون تخسر طبيعه اكثر. هذيك نحب وقتاش يفهموا اللي 500,000 و600,000 راهو سالير ديبريمون عمره ما كان سالير موتيفون معناها بالحق. أميمة خلينا نسأل أميمة هكا أعطينا نوعية أسئلة أخرين بار وين ترى روحك 5 سنين. الأسئلة بيان سور معناها باش يسألك أول حاجة على الكونتوني نتاع السي في نتاعك ديجا باش يفيريفي معاك أنت شنو عملت شنو عندك ديز اكسبيريونس. ينجم يسألك اسكو أنت مثلا تعديت قبل بتحديات وكيفاش تجاوزتها. هذا سألناه لهم نحن في صناع الرأي. أي هذاك علينا بديت تفكر. على فكرة زاد فما نتاع اسكو تنجم تخدم سو بريسيون ولا معني من الأول عارف روحك تحت الضغط. وأهم حاجة ديسبونيبيليتي ماذا بك ديما ديسبونيبل. باهي وكيفاش نجموا نجاوبوا عليهم الأسئلة هذوما من غير ما نكذبوا ونحاولوا انه نكونوا نجاوبوا جواب مثالي شوي. الحقيقه هو انا حسب رايي وجدان انه الواحد يحاول يجاوب بحقيقه وبحرفيه معناتها بالضبط. ما يحاولش يعطي برشا معلومات غلطه في على اسئله معناتها بطريقه يقول مثلا انا نخدم كل يوم ونخدم من 8 ل 9 نتاع الليل معناتها يعطي حاجات خياليه يعطي الحقيقه ويكون صادق معناتها. احنا جماعه مناظره وجماعه شبيبه صناع الراي ولي بروجي نتاعنا الاخرين الكل نورمالمون اكثر جمله ولا سؤال نجموا نجاوبوا عليه انه نحن نجموا نخدموا تحت الضغط هكا ولا ذا بروف يعني. هذه بالتجربه. فما هكا تبس اخرين نتاع كيفاش تحضر روحك لمقابله العمل مثلا انك تقرا جوب ديسكريبشن تقرا شنو طالبين بالضبط تحاول انت تعطيهم ديزامبل. اي حتى اللبسه عندها دور مهم راه روحك وين ماشي بالضبط ما تجيش انت ماشي معناها باش تعدي حاجه في سبور ولابسه نوبوزي مثلا. وفما العكس زاد سامحني فاهمين زاد الدنيا بالغلط يمشي خدمه ماشي اعتبارات سهريه دونك هذاك من الباب ماذا بيه يروح زايد معناها وجودك كيف بلاش. خاطر فما ناس فاهمه بالغلط يلزمك انت ماشي لبلاصه بروفيسيونيل تمشي بلبسه بروفيسيونيل تعكس شخصيتك اوكي تحب معناها تزين اوكي متفاهمين اما زاد في اطار الحرفيه او الاحترافيه. والله انا من نصائح الحقيقه نصحوا لي ناس عملوا برشا معناتها في حكايه اللبسه هذه عملوا برشا ديزونتروتيان انه ما تمشيش لابس برشا حاجات غاليين
مثلا المناقل ولا حاجه. عفوا مش شهريه وانت مش تلوج في خدمه أي. برشا وبرشا عندك حاجه غاليه. بالضبط. لا وبار ذيك باش هو ما يركزش في الحاجات هذيك اللي بيجوا وكذا واحد وينسى معناتها الكلام اللي تحكي فيه، خاطر البشر ما يركز ساعات كي يري حاجه. ديجا وزين لانور فكرني في سؤال اخر، حكايه السالير، قداش ترى روحك تاخذ سالير؟ هذيك الحقيقه اخطر سؤال. يعني ديما هو السؤال هذاك كيفاش تنجموا تجاوبوا عليه؟ هي استراتيجيك انسر، انتم ما تسالوا شنو هو البيدجي نتاعهم فوالا تشوف انت تحط من الى انت شنو باش تعمل ليتاج زاد سولون ليتاج خاطر اي طبيعه. اي مش يطلب منك مثلا حد واثنين وثلاثه وتخدم صباح وعشيه وكذا وبعدين خلينا نسالكم انتم توا على ليزيكسبيريونس نتاعكم، هل تعديتوا قبل بانترفيو وعملتوا فازات كيما هكا؟ اسكو خدمتوا معناها تعديتوا للتاب اللي من بعد؟ هو اني دانييرمون عديت اونتروتيان في اجونس ايموبيليير وتقبلت فيها، والحقيقه معناها مشيت فاهمه قدري لابسه بوزي، هذا معايا سي في نتاعي في يدي كيف اونتر فاس السالير هذيك، تقول لك شنو هي الحاجه اللي تنجم البلوس اللي تنجم تقدمها لنا في الخدمه، وين ترى روحك، السؤال هذاك الجوهري والكل. لكن زاد تحس اللي فما اوقات نتاع عمل فريمون كلي تعجيزيه، معناتها تلقى روحك من الصباح للصيح وانت تخدم على سالير دي. حاجه اخرى مهمه ما زلنا ما حكيناش عليها، انه هما يطلبوا لك اكسبيريونس، انت لازمك تخدم باش تعمل اكسبيريونس وبعدك حلقه مفرغه. اللي عارف ما عندوش 5 اكسبيريونس نزل كي تحط القائمه زي كي حل يحط لك جونيور بوزيشن وطالب لا ولات اونتر 3 اي 5 معناها اون ديري هو معناها كي يحط لك 3 متساهل معاك منقص لك، معناها راهي ما عنديش اكسبيريونس لازم ندخل نخدم باش نعمل. المشكله حتى ستاج تقولي ستاج ما يحسبوش اكسبيريونس هذاك. اي الستاج اللي هو نورمالمون يتحسب في الاكسبيريونس بروفيسيونيل. احنا في خضم التحضير للاكسبيرينس هذيا نجموا زاده كيف نمشيو شويه مجتمع مدني، شويه اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز اللي نعاونوا بهم نحطوهم في السي في نتاعنا. وشبيبتنا اليوم نصور الحلقه هذيا باش يحطوها في السي في نتاعهم، على خاطرهم توا باش يمشوا يلتحقوا بالحلقه واستوديو زعما لحد من هجره الادمغه. ممكن هذايا اللي باش نشوفوه بعد شويه في حلقه زعما.